السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين بفيديو جديد، فيديو حلو جدا جدا جدا، حاجة كده خفيفة تناسب الجو الحر اللي احنا فيه ده، وفي نفس الوقت مش هتقفي كتير في المطبخ، وهتعمليها بأقل تكاليف وبأقل وقت وبأقل مجهود ممكن تعمليه. احنا معانا هنا احنا معانا النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي قوي، كلها حديد وزي للولاد. حاجه كده زي ما قلت لكم موفره في الوقت والمجهود. قبل ما نبدا بقى الفيديو نصلي على النبي كده، نقول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك واشتراك للقناه وفعلوا الجرس واختاروا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بقى نبدا مع بعض وصفتنا، نصلي كده على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. احنا هنا معانا احنا معانا كبده بلدي. معانا ده نص كيلو من الكبده البلدي اهو، بصوا متقطعه كده زي ما انتم شايفين كده، شرايح صغيره اهي. ومعايا بقى التتبيله الحلوه جدا اللي انا عملتها وانا بكلمكم في المقدمه كده. معانا عباره عن التتبيله الحلوه ديت. هقول لكم دلوقتي التتبيله دي عباره عن التتبيله دي عباره عن معلقتين كبار من الثوم، حطيت عليهم هريسه الشطه اللي هي الفلفل الاخضر والاحمر مع بعض، حطيت عليهم معلقه صغيره بس مليانه من الكزبره والكمون والفلفل الاسود، وحطيت معلقه كبيره من الملح، وحطيت معلقتين كبار كده من الخل. التتبيله دي تحفه، بصوا شكلها حلوه جدا جدا للكبده. هعمل بقى، هاخد نص كده من التتبيله دي، حبه كده حلوين، معلقتين كده كبار، وهسيب دي دلوقتي عشان انا محتاجاها. هعمل بقى، اروح مقلبه كده الكبده بتاعتي دي كده، هتبلها كويس جدا بالتتبيله دي، وهسيبها على بال بقى ما احضر حاجتي واشوف هعمل في المطبخ وهحط للوصفه دي. هقطع بقيه مكوناتها تكون اتبلت شويه من التتبيله دي. نروح بقى مع بعض كده هنشوف بقى هنحط لها وهنعملها بقى ازاي على البوتاجاز. يلا دلوقتي بقى يا حبايبي معانا طاسه تيفال كده حلوه، ومعلقه حلوه كده من الزيت. الكبده بتحب الزيت جدا، يكون فيها كتير. ومعانا مكعبات كده او قطع كده من اللي هي الضاني. اللي هي الضاني بتبقى تحفه في وصفه الكبده بتاعت النهارده، مقطعه زي ما انتم شايفين كده، اي تقطيع عادي. هي دلوقتي هتسيح وهتنزل السيله بتاعها، فحجمها ده هيقل. انا بس عايزه السيله بتاعتي دي او اللي هي بتاعتي دي تسلي شويه، علشان خاطر لما نيجي نحط الكبده عليها دلوقتي ما تبقاش نيه ويجوا الولاد ياكلوها يحسوا بطعمها. انا بديها تشويحه كده شويه لحد ما بتاخد لون دهبي حلو خفيف، وفي نفس الوقت تنزل كل السيله بتاعها ويبقى فيه طعم كده من من القطع اللي هي تمام. انا معايا دلوقتي اهو، انا بسخنها كويس جدا هي والزيت اهي. بصوا خدت اللون اللي انا عايزاه ده، ومعايا الكبده بتاعتي اهي اللي انا تبلتها معاكم. هعمل بقى، هنزل بالكبده بتاعتي دلوقتي كلها على الزيت ويكون سخن جدا زي ما انتم شايفين كده. لازم الزيت معاكي يكون سخن، او الماده الدهنيه اللي انت بتعملي فيها الكبده تكون سخنه، وتديها تشويحه لحد ما تغير لونها كده. يعني مش هنيجي جنبيها، هنسيبها كده ونفردها في الطاسه عشان تاخد كل حراره الطاسه وسخونيه الطاسه بتاعتنا. واول ما نلاقيها غيرت لون زي ما انتم شايفين كده، هنقلبها وهنديها التشويحه التانية على على الوش التاني. بصوا انا غيرت كل اللون بتاعها اهو. بصوا اللون اللي هي خدته، اللون دوت زي ما انتم شايفين كده معايا. هبتدي بقى اشوح فيها تشويحه كده خفيفه. الكبده يا جماعه ما بتحبش السواك كتير علشان خاطر ما تعملش معاكي تنشف معاكي وتبقى عامله زي الكاوتش، وتبقى تبقى فقدت كل العصاره بتاعتها. انا بديها تشويحه كده بالخضار وبالحاجه بتاعتها، وكل السوائل دي هي هتشربها منها فيها. ما بتكملش بالظبط على البوتاجاز 10 دقايق، 10 دقايق وبتلاقي نفسك مخلصاها واقل كمان من 10 دقايق. يعني انا عاملاها معاكم بالظبط مده الفيديو، ما قطعتش حاجه من الفيديو ولا شلت منه حاجه، بالظبط 7 دقايق وكم ثانيه كده. بصوا حته الكبده حته اللي هي دي عادي، هي كبيره شويه مش مشكله، بتبقى طعمها حلو جدا. بصوا بقى خلاص اهي. هنزل بقى، شايفين حبه الثوم اللي انا حشتهم معاكم في اول الفيديو، هنزل بقى بيهم دلوقتي هم على الكبده بتاعتي. بتطعم الكبده جدا وتخلي الكبده طعمها حلو قوي قوي. هديها تشويحه كده مع الخضار او مع الكبده اسفه. انا بس عايزه ريحه الثوم تطلع كده واشم ريحته. وبعد كده هنزل بقى معاكم بصل كده متقطع شرايح او زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل احمر. قرن الفلفل الاحمر ده تحفه. لو انت مش عايزاه سبايسي حطيه زي ما انا حطيته كده صحيح، لو عايزاه سبايسي قطعيه. طبعا انا عشان في ولادي صغيرين فانا حاطه صحيح كده، هاخد بس الريحه
والطعم مش هيبقى فيه ايه حرقان. هنزل بقى بالبصل زي ما انتوا شايفين، ومعايا فلفل اخضر برده متقطع اهو. عايزه تحطي لها فلفل الوان زودي القيمه الغذائيه بتاعتها، حطي، مش عايزه خلاص الموجود عندي بقى معاكم تشويحه للخضار كده، فلفل وحطيت بعضيه البصل مع الكبده مع الفلفل، فلفل احمر اهو، مع طبعا التوابل اللي احنا حاطينها في الكبده بتاعتنا. هي كده مش ناقصها اي حاجه غير بس ان انت تدوقي بقى ايه، تدوقي شويه الملح بتوعها، التمليحه بتاعتها. لو لقيتيها محتاجه ملح زودي ملح، مش محتاجه ملح خلاص هديها بقى معلقه كده صغننه خالص من الايه، من الخل. تحفه، معلقه الخل بتطعمها بتخليها تحفه في الاخر لما بترشيها كده، بتبقى شبه بالظبط عربيات الكبده، وريحه وطعم عربيات الكبده بالظبط. ومعايا معلقه من هريسه الشطه اهي، فلفل اخضر او احمر، ومعايا عصره ليمونه. عصره الليمونه اللي في الاخر دي بتطعم الكبده جدا، بيخلي الكبده في الاخر لما بتعصري لها عصره الليمون دي بتخليها تحفه، وبتبقى يعني بتخلي الكبده لما تاكليها جسمك يمتص الحديد. ليه؟ لان فيتامين سي لما بتحطيه على اي حاجه فيها حديد وتيجي تاكليها جسمك بيمتصها على طول، بيمتص الحديد اللي في الحاجه دي بسرعه. فهو برضو حاجه مفيده جدا في الوصفه بتاعت النهارده. يعني وصفه النهارده كلها حديد وجميله وكلها خضار وحلوه، وفي نفس الوقت عصره الليمونه دي خلتنا زودناها قيمه ايه غذائيه. بصوا بقى خلاص هي معايا اهي، خلاص بتتشرب. بصوا طعمها وريحتها والله تحفه، جربوها بالطريقه دي مش هتندموا. جيبوا بقى كده شويه عيش بلدي وشويه سلطه طحينه او شويه فينو وسلطه طحينه كده وقدموها معاها بتبقى حلوه جدا. وخلاص بقى معايا بصوا الطبق تحفه، بصوا شكلها تحفه، ما تفرقوهاش عن عربيه الكبده بالظبط اللي بتبقى في الشارع الجاهزه، ريحه وطعم وحاجه كده جميله. عملت معاها سلطه طحينه اهي، وعملت جنبيها بقى ايه شويه مكرونه كده او شويه عيش بلدي. حطي بقى شويه سلطه طحينه وحطي الكبده عليها وكلوا احلى كبده. يا اما حطوا جنبها شويه جرجير، حاجه كده في منتهى الجمال. اتمنى يا رب الفيديو يكون خفيف ولذيذ وعجبكم، وتدوسوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل يا رب.